It's coming home. It's coming home. مصطلح ابتدعه الانجليز وطبقه الاسبان. نعم يا سادة، الاسبان في هذا الموسم الاستثنائي في هذه السنة للتاريخ. رقم 15 ديرون، 13 ديرسون، 77 سابا كوستا، 22 موجيري، رقم 8 اللاعب بازاليتش بثلاثية لوكمان في دبلن فريق الباير ليفركوزن فريق الاحلام. ينطلق مدريد عن طريق فيني، يمشي جونيور حط الكرة مدريدية، الكرة الأولى لمبابي، فيني يمشي جونيور، حوار النجومية يبدأ باكرا بين فينيسيوس جونيور يورب فيني والركنين الريال مع الميلان ومع البارسا في 5 كؤوس سوبر. اليوم رقم 6 يا فيني، خارج كرة كيليان أو لمس مبابي، كيليان مبابي حول كيليان مندي لذكريات هدفه في بيرغام. جود بيلينغهام، الريال حسب ما نشوف يلعب بال 4-2-3-1 على مستوى الميدان، ثنائي الارتكاز، مبابي راس حربة، رودريغو فيني ثنائي البرازيلي على مرتدة، يمشي بلغة ميكافيلي، الطليان في الكونتر اتاك خطيرة جدا، سابا كوستا كرة خطيرة، فرصة في الرحلة الأمريكية، خسر من البارسا وخسر من الميلان. الآن في محاولة لوكمان، يمشي لوكمان درميليتاو، كرة للريال، كارفاخال ممتاز الباس، يمشي الكرة عن طريق فالفيردي، يورو فالفيردي داخل كرة خطيرة والهدف الأول يضيع، فرصة الجول الأول لكيليان. فما زيدان، فما لويس إنريكي، فما دييغو سيميوني، وفما جوارديولا، 5 ربحوا السوبر لاعبين ومدربين، والهدف الأول لنجم النجوم كيليان مبابي وفلورنتينو بيريز وانشيلوتي والمدريدية، أن البداية تكون نارية، وأنا متأكد أنه كيليان يمشي يجيب جول، يمشي بالكرة عن طريق رودريغو، يمشي كيليان تلعب الكرة فالفيردي يسعى اليمين، كارفاخال سنتر ممتازة، والكرة طويلة يقتربون، حل على اليمين تولي حلوة، جاب الكرة سابا كوستا يرجع كرة بالراس ويطلع أنطوني روديغير يضغط، ردا يتفرج، رجل الغد والانطلاقة السريعة للكرة القادمة، الطليان يحاولون والاسبان خرجوا منها سلامات. ليفربول في انفيلد ب3، ومن هزم ليفركوزن هزيمته الوحيدة في الموسم يقدر على الريال، والكلام بالحاضر يا سادة. الدفع كاش، يمشي شوت بيلينغهام يلعب على المرتدات، انا يرد بالك عاد ما تطمعش يا جاسبريني، هذا من الغدارة، هذا من السحارة، هذا اللي ينومك مثل الساحر ومن بعد جيبها بالشبكة يا جاسبريني. كيليان عن طريق بازاليتش باش يضرب لوكمان، رابع اهدافه في فينال، يمشي لوكمان ويخرج الحارس والدفاع وخطا وارتباك، والطليان يواجهون يسددوا، ولكن العبره مع الميرينجي الخواتيم. غاص الكره جود بيلينغهام، يمشي بيلينغهام حلوه وخطيره، يلعب الكره كيليان تشوت، هز على اليسار مندي جا مندي بشافيني يدخل الوسط، حط الكره كيليان، مبابي يلعب كره ممتازه، ولكن الدفاع يتصدى، حتى سراي وحتى ضد الجار. خارج الكره ديكيتلير يلعب الكره سابا كوستا، ديكيتلير حلوه يدخل منطقه الجزاء، ذكركم اتلانتا منقوص من 4 ملاعبيه. صوره لفيني، فينيسيوس، جود بيلينغهام، شواميني يطلع الضغط الايطالي، لكن مهارة بيلينغهام يعدي كرة جود، يخسر كرة والحكم. اليوم على فكرة في الدكة مودريتش معني بريكورد، والكرة خطيرة يا لوكمان وبقيت النتيجة في الدراع عنا كارفاخال، لاعبية ربحين 4 مرات السوبر الأوروبي، اليوم إذا يربحوا ال5 يصبحوا أكثر من حقق البطولة في التاريخ. تمشي كرة عن طريق فيني، هذه خطيرة، هذه حلوة ومضيعها، والكرة فيها خطأ وأوفسايد. فرصة لفريق الريال مدريد، لعبت في دار الدفاعات الإيطالية، ولكن في الشوط الأول 0-0 أتلانتا يسجل نقاط ولكن لم يسجل أهداف، والريال من كرة ممكن يغير المعطيات. الشوط الثاني يلزم يطلع المباراة على المستوى البدني والإيقاع. أكيد الريال باش يضغط في الشوط الثاني، لأنه طبعا بداية موسم أنشيلوتي عامل حساباته، فما بلان تاع لعب، فما استراتيجية لعب، ما يقدرش يضغط الريال 90 دقيقة. نحن في أوت
ترجع بالراس تشواميني مبابي حط الكرة جود بيلينغهام. اتلانتا في الدفاع داخل الكرات يمشي فيني كتير النيجيري لوكمان هز كرة بامتياز لسابا كوستا عرضية على القائم الثاني ترجع كما جات لوكمان جول لوكمان شاط لوكمان والدفاع والركنية ترجع كرة طويلة دقيقتين وقت بدل ضايع كرة خطيرة للريال كرة والتسديدة مسات الإمكانية يرجع بالكرة عن طريق الخطير فيني وصل الكرة والهدف الأول على العارضة اي الغدار يا مدريد بالتخصص 2020 ترجع كرة بيلينغهام متأكد قلت لكم بنهاية الشوط الثاني باش يطلع على السق الريال ويضغط من الأول يمشي بالكرة خطيرة مبابي ولكن التسديدة بعيدة. ثاني محاولات مبابي في بداياته مع الفريق الابيض شواميني فاق به تشواميني ترجع الكرة كاتلر خطيرة لاتلانتا محاولة التحضير يلعب الكرة عرضية بالراس خطيرة والحارس يتصدى العملاق مرة أخرى تيبو كورتوا في دقيقتين لعب كاد يسجل فريق الريال هنا في وارسو. اتلانتا يلعب من غير مركبات اتلانتا يلعب ثقة ولكن الريال الغدار على مر الزمان يمشي بيلينغهام كرة من شوط هيا يمشي بالكرة عن طريق فيني حلوة كيليان مبابي لو وصلت تعتبرها في الشبكة رودريجو يسلم لمعلمه يمشي بالكرة فيني حط الكرة بيلينغهام يستعمل بدنه يحط المدافع في ظهره لكن الطلياني واقف ترجع الكرة عن طريق بيلينغهام هز كرة اليمين ينطلق عن طريق كارفاخال أول مرة يطلع داني كارفاخال كرة تمشي لفيني الريال أسرع الآن كناية لريال مدريد الكرة الثابتة تصنع فارق والحارس يقول لا فارق. ترجع الكرة أرجنتيني كاب كانت الأخيرة للطليان عمرها ما ربحوا الأوروبا ليج إلى حين حل العقدة اتلانتا هذا العام على ليفركوزن بثلاثية بوكمان الآن بانطلاقة السرعة يمشي البرازيلي يرجع يحط الكرة عن طريق تشواميني عنده الشوط يرجع بالكرة بدا يدخل الآن كارفاخال العميد حذاري من إيران الصديقة تالي الكرة الإسبانية ممتاز بيلينغهام توا سايب كرة تشوت سايب كرة بيلينغهام شال مبابي وحده بين اثنين مبابي يعول على السرعة يهرب على زابا كوستا لكن فما حتى واحد في منطقة الجزاء الكل هالتالي الكل هالخالف كارفاخال جديد المباراة التكتيكية في الشوط الثاني كارفاخال بدا يطلع يمشي كرة خطيرة رودريجو حط الكرة فيني والدفاع بامتياز الملكي في الاتاك يلعب كرة حلوة والدفاع موجود اضرب يا فال يمشي فالفيردي حط الكرة بيلينغهام وين يجود بعيدة من جود بيلينغهام يسددون ولا يصلون لا ينجحون في الضرب بيلينغهام يقاتل جود يدرك صعوبة المباراة الانجليز يقاتلون عن طريق جود لكن كرة التي لا تسر الناظرين كرة رباحة يمشي مبابي والجول ما عداش برافو يمشي مالكوم هين من اجل لقب العادة واتلانتا يحاولون بالاصرار يمشي الكرة بين الخبرة والطموح يتقدم الجالاكتيس جول كويستو ياسر ريال مدريد هذا هو ريالكم هذا هو بطلكم هذا الذي لا يخسر تغير المناخ في الأرض وتغيرت الدنيا وافتقدنا ولم تفقد الهوية البيضاء الشاهدة على عصر الإسبان السنة 24 قيراط 24 ذهب معير ايش عليهم كلاوهم انا الثاني مش ممكن الرجل البلندور الكرة الذهبية لا تحكي اليمين ولا يسار لا تنظر في مدريد ولا خارج مدريد امام يمشي ضربة راس كلاوهم والثاني في شباكهم جابوها والدفاع مش ممكن ضاع اتلانتا لما يهيج الريال لا يقف امام الاعصار ولا كان 1-0 مدريد. الله يا ملكة جديدة ليونور ملكة اسبانيا القادمة بعد فيليب الشمس ليونور تطغى بطغاية اسبانيا كرويا التيكي تاك على القاعدة الصحيحة لا خلاو الشامبيونز لا تركوا لهم السوبر لا متعوهم بأولمبياد لا خلوا لهم دوري الأوروبي
الاسبان كانوا يقدمونهم فوريا، وكانوا يقولون عنهم روخا، وكانوا يتحدثون انها بلد البرصا والريال، ولكن هي بلد التيكي تاكا. يخسر 3 نهائيات سوبر ضد الجار، ضد فينورد، وضد